هنبدأ فيلمنا مع أميرة بتكون فاقدة الوعي ومحبوسة في برج عالي، ولما بتفوق مش بتبقى فاهمة هي جت ازاي هنا، وبتلاقي نفسها متكلبشة بسلسلة حديد وبتروح لحد باب الأوضة وبيبقى مقفول عليها ومش عارفة تطلع منه، وبتسمع صوت جاي من بره ناحيتها وبيكسروا الباب عليها علشان ياخدوها من البرج لعريسها الأمير اللي عايز يتجوزها بالعافية. فبتمثل انها نايمه، ولما بيحاول حد يقرب منها بتضربه وبتبعده عنها، وبتقدر انها تقلع الكلبش عن طريق انها تكسر صباعها، وبتطلع الدبوس اللي كان في شعرها وبتخلص على الحارس الاول، وبتحاول انها تهرب من الحارس التاني بس بيمسكها برضه وبيضربها، فبتخلص عليه هو كمان وبترميه من الشباك، وبتحاول انها تهرب من البرج بس بتبص على مدخل القلعه وبتلاقي ان الامير اللي المفروض هيتجوزها مسيطر على القلعه وواخد اهلها رهاين علشان رافضين جوازه منها، ومعاه مويرة دراعه اليمين ومن اقوى جنوده، وده علشان بتستخدم الكرباج وشاطره فيه جدا. وبيكون الامير مصمم انه يتجوزها علشان بمجرد ما يتجوزها هتكون المملكه بتاعته. وبتفتكر الاميره انها هربت منه يوم فرحها وبوظت الفرح، وبتفكر الاميره في طريقه علشان تنقذ اهلها تخرج من الاوضه، بس ساعتها بتقابل حارس ضخم لابس خوذه ثور وبيكون من رجاله الامير، واول ما بيشوف الاميره بيمسكها علشان ما تهربش، بس الاميره بتبقى متدربه كويس جدا لدرجه انها بتنتصر عليه، وده لانها متدربه من صغرها على القتال من مدربتها لين، وده اللي فادها دلوقتي. تفضل الاميره تتحرك في البرج من غير ما حد ياخد باله منها لان كل الحراس بيبقوا مركزين في سرقه القلعه، وبتخش في ممر سري من ممرات البرج علشان تراقب من خلاله اللي بيحصل من غير ما حد يشوفها، لحد ما بتوصل للاوضه بتاعتها وبتطلع السيف بتاعها من تحت السرير، وبيكون اداهولها مساعد الملك لما انتصرت عليه في المبارزه. وبترجع تاني للممرات وبتوصل للمكان اللي فيه الامير، وبتسمعه وهو بيتكلم مع مويرة وبيقول لها انه اول ما يتجوز الاميره ويقتل الملك هيكون هو الملك الشرعي للبلاد، غير انه لو اخذ السلطه بالقوه الشعب ممكن يتقلب عليه. وبتسمعه الاميره وبتحاول انها تقتله من ورا الحيطه، بس في الوقت ده حارس الامن بيقول ان الملك طالب مقابلته ضروري، وبيكون الملك عايزه علشان يحاول يصلح اللي حصل في المملكه. وفي نفس الوقت بتكون الاميره بتتحرك في القصر ما بين الممرات، ولما بتخرج منها بتلاقي واحد واقف قدامه درع حديدي وبيحاول يمسكها، ولما بتحاول الاميره انها تطعنه في اي حته ما بتعرفش، فبتقرر انها تولع فيه، وفجأة الحارس بينط من الشباك وبيقع ميت قدام الامير اللي ساعتها بيعرف ان في حد بيحاول ينقذ الاميره، وبيأمر حراسه بالقبض عليه فورا، وبتدي مويرة الاوامر للحراس، فبتلاقي واحد بيتريق عليها قدام الحراس، فبتخلص عليه قدامهم كلهم علشان يحترموها بعد كده، وبيجري الكل على البرج اللي فيه الاميره وبيقدروا يحاصروها لحد ما بتنط الاميره على واحد منهم تاخده وبتنزل بيه على الدور اللي تحتها، وبكده تكون هربت منهم، وبتروح ناحيه الرايه اللي متعلقه على القلعه وبتمسك فيها علشان تروح اوضه تانية وتبعد عن الحراس، وبتدخل اوضه المدربه بتاعتها وبتحاول ترتاح شويه لحد ما بتحس ان في حركه في الاوضه تهجم على الشخص اللي قدامها. بتطلع لين اللي بتحاول تهديها علشان تعالج جروحها، وبتقول لها ان الامير هجم على القلعه بالليل وما كانش في حد مستعد للدفاع عنها، وكل الحراس اللي تبع الملك اتقتلوا والامير ما رحمش اي حد، وبتقول لها انها عرفت تستخبى منهم بالعافيه قبل ما تتقتل، وان الامير جاي علشان يتجوز الاميره بالعافيه وياخد الحكم، وان الملك والملكه دلوقتي محبوسين في الحصن، وان امن طريق انهم يروحوه هم انهم ينزلوا في المجاري اللي في المطبخ علشان الحراس هناك اقل، وبيتحركوا ناحيه المطبخ وبيلاقوا في 3 من حراس الامير هناك وبيخلصوا عليهم قبل ما يتحرشوا بالبنات الصغيره، وقبل ما يهربوا بتدخل مويرة وبتهاجمهم هما الاثنين، وبتكون قويه جدا وبتقدر انها تلف الكرباج حوالين رقبه الامير، بس بتلحقها لين وبتضربها وبتخليها تسيب الامير، تمسك جردل مليان بنزين وبترميه على النار وبيعمل خط من النار بيفصل بينهم وبينها، وده بيديهم شويه وقت انهم يهربوا منها. بس لين بتقول للاميره تروح تنقذ الملك وانها تفضل هنا وتواجه مويرة لوحدها، ولما بتوصل الاميره السجن بيكون قدامها 3 حراس بيحرسوا الزنزانه، فبتهجم عليهم وتخلص عليهم قدام الملك اللي بيكون مش مصدق اللي شافه، وانه على طول كان مقلل من مهاراتها في القتال وشايف انها ما تنفعش انها تبقى محاربه، وبتجيب الاميره مفتاح الزنزانه وبتحرر اهلها، وقبل ما تخرج من الحصن بتلاقي واحد ضربها في وشها وخلاها تفقد الوعي، ولما بتفوق بيكون اهلها كلهم واقفين قدامها متكتفين وجنبهم لين المدربه، وبيجي لها الامير وبيقول لها انها عملت مشاكل كتير الفتره اللي فاتت، وده مش تصرف اميره محترمه ومراته المستقبليه، وانه لما يتجوزها مش هيسيبها تعمل اللي هي عايزاه، فبتقول له انها لو اتجوزها هتخليه يلف حوالين نفسه، وانها مش هتخليه ينام علشان هي هتقتله في اقرب فرصه، فبيقول لها انه واضح انها هتبقى رافضه جوازها منه، وانه مضطر انه يتجوز اختها الصغيره على الاقل مش هتعمل مشاكل كتير زيها، وبتفهم الاميره انه ناوي يتجوز اختها بالعافيه ويقتلها هي وعيلتها بعد كده، فبتحاول انها تشد انتباههم لغايه ما لين بتقوم وتشيل اختها وتهرب بيها في الممرات السريه الموجوده في القصر، وبيقدر حارس من الحراس انه يشيل الاميره ويرميها من شباك القلعه على البحر علشان تموت، لان ما بقاش ليها لازمه تنزل في البحر وهي متكتفه، لكنها بتقدر تفك نفسها بحته ازازه لقيتها وبتفك نفسها وبتقدر تطلع بره البحر، وبيبقى الامير في نفس الوقت
بيحضر الفرح بتاعه على اخت الاميره الصغيره، وبيأمر كل الحراس انهم يدخلوا جوه الممرات السريه علشان يمسكوا الامير ويجيبوها له. وبتبقى الاميره هي كمان دخلت القصر، وبتفضل تدور على اختها لحد ما بتلاقي حارس ضخم قدامها ومعاه فاس. بتبقى عارفه ان مفيش امل انها تهزمه، واول ما بيقرب منها بيقع عليه تمثال حديد، وبتبقى اخت الاميره هي اللي وقعته عليه ومعاها لين. وبيروحوا كلهم لمستودع اسلحه سري، وبتقرر الاميره انها لازم تواجه الامير وتخلص عليه، لانه مش هيسيبها ولا هيسيب اهلها غير لما يحصل الجوازه دي. تعد الاميره ولين كويس بالاسلحه، وبتطلب من اختها انها ما تتحركش من مكانها، وبيبقى مطلوب منهم انهم يخلصوا على جيش كامل لوحدهم علشان يوصلوا للامير. وبتبقى اخت الاميره قررت انها تخرج من المستودع تروح لمكان الجواز، وبتروح لمساعد الملك وبتقطع الحبل بتاعه. وبيحس الامير ان في حركه غريبه، وبيفضل يدور على اخت الاميره لحد ما بيلاقيها وبياخدها بالعافيه لمكان الجواز، وبيقول للقس انه يجوزهم بسرعه. بس لين بتخش مكان الجواز وبتخلي مساعد الملك يساعدها وكل رجالته متكتفين، وقدرت الاميره الصغيره تفكهم والجواز ما تمش. وبيبقى مطلوب من مويرة انها تقتل الاميره علشان هي السبب في كل اللي بيحصل، وبتواجهها من تاني بالكرباج. وبيحاول الملك انه يخلص على الامير بس بيتصاب، وقبل ما يتقتل بتنقذه لين وبتواجهه بنفسها. وفي الوقت ده بتكون مويرة بتحاول تخلص على الامير، بس الاميره بتلف الكرباج حوالين رقبتها وبتخلص عليها بيه. وبعدها بتجري على لين تاني لمكان الجواز، بس بدل ما يبقى جواز هيبقى اعدام. وبينتصر عليها الامير بكل سهوله، وبيرميها قدام كل الموجودين وبيقول لهم ان اميرتهم ضعيفه تقدر تحميهم، وانهم محتاجين حد قوي علشان يحميهم. وقبل ما يموتها بتاخد السيف بتاعه وبتخلص عليه، وبترجع التاج من تاني لابوها الملك، وبتقول له ان المملكه بتاعتهم من تاني. لكن الملك امر كل الموجودين بدق اجراس المملكه، لان وارثه المملكه اتولدت النهارده ومش محتاج امير علشان يحكم مملكته، لان بنته اثبتت جدارتها لحكم المملكه من بعده. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.